كشك الاسكندراني انا عاملاه لكم بقى النهارده بطريقه حلوه وسهله وبسيطه، وعاملاه لكم كمان بالجمبري، وكمان عامله لكم طشه كده تحفه، بتبقى تخلي طعمه بتوديه في حته تانية. من اسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها سي فود كده جنب السمك، ويبقى طعمه خطير. اول حاجه هجيب جمبري صغير كبير، بس الصغير بيبقى طعمه حلو. هحط عليه خلطه انا عاملاها بالفلفل الاحمر والثوم وكده، وحطها في التلاجة دي، بطلع منها للسمك، بعديها كمون برضو. هجيب بقى طاسة، هحط عليها معلقتين زيت، وهحط عليهم الجمبري كده اول ما الزيت يسخن، وهسيبهم كده لغاية لما الجمبري ياخد الطشة بتاعته كده ويتحمر معايا. وهبدأ اقلبه، وهيبقى معايا بالطريقة دي. هجيب بقى كوباية زبادي عليها معلقتين دقيق كبار كده، بنفس المعلقة دي معلقتين هرميين. هقلبهم في قلب بعض كده وادوبهم مع بعض كويس جدا. وهكون مجهزة معايا شوربة الجمبري، وهنزل عليها بالخليط، وارفعها على النار. واول ما تتقل معايا، في هنا خطوة انا عملتها بس ما صورتهاش. حطيت معلقة صلصة طماطم جاهزة، عشان تديني اللون الاحمر او اللون الاورنج بتاع آه، زي ما انتوا شايفين كده. الوصفة هي سهلة وبسيطة، واول ما هيتقل معايا هنزل بالجمبري اللي انا حمرته. وهجيب بقى الطشة بتاعتي، هجيب طاسة احط فيها معلقتين زيت. يا ريت بفضل ان انت تستخدمي الزيت، ما تحطيش سمنه خالص عشان ما تغيرش من طعمه. ومعلقه كبيره كده من نعناع ناشف كده، فرولاه صغير. وهبدا بقى ايه اصب كده بالكشك كده بنفس الطريقه، وهنزل عليه بالطشه. وكنت محمره بصل برضه، عطيته شكل حلو كده فوق الوش، وبألف هنا.